السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل حبيت أحيي أهلنا بالسويداء وبدير الزور وبكل مكان وبالشعار وبكل مكان من سوريا الحبيبة اللي قالت لا للظلم، لا للقهر، لا للإذلال. الحقيقة بعد صبر 12 سنة أو 11 سنة ونيف رحنا لنطالع خراج قيد لأخوي، فالموظف بيقولنا عندكم حدا متوفي. قالوا مين متوفي؟ يعني معنا. المهم بيفجعنا بوفاة أخوي المعتقل ظلما وعدوانا وقهرا، صاحب 3 أطفال اللي كان عمرهم سنوات وهلا صاروا شباب، اللي كانوا يسألوني بابا إمتى بده يرجع، وكنت أصمت. إذن أنا أخو الشهيد بكل فخر، أخو الشهيد، نعم. وهي الثورة في سويداء القلب رجعت أحيت لنا الأمل من جديد. ولا تظن يا بشار الأسد إنه الأمور انتهت، إنه أنت انتصرت. بحياته ما حدا انتصر على شعبه. الشعب هو صاحب الكلمة وصاحب القرار في النهاية. ويحزون الأمل من جديد، كأنه هلأ بدينا من جديد، نعم. أملنا بالله كبير، أملنا بالحق، أملنا إنه نرجع لبيوتنا، نرجع بلدنا نحن، مو بلد القهر والإذلال اللي بنيتها على دماء الناس وجوعهم وقهرهم وإذلالهم. إن شاء الله العودة قريبة والانتصار قريب. في كل مرة نتعشم ومنقول ومنأمل، لكن لا نفقد الأمل. دائما مصرين على الانتصار، مصرين على الانتصار على قهرك وإذلالك. 50 سنة ونحن صابرين، 50 سنة، والقهر جواتنا. ولا تظن إنه نحن حاقدين أو طائفيين أو كذا، نحن عم نحكي باسم الناس. أخوي شهيد مثله مثل كل الشباب اللي استشهدوا، مئات الألوف اللي قتلتهم، شي بالكيماوي وشي بالبراميل المفجرة وشي بالاعتقال التعسفي وشي موت في المعتقلات. كل الناس تعرف وكل الدول تعرف، كل الناس تعرف وساختك وقذارتك. لكن راح يجي يوم وتطلع الملفات كلها، راح يجي يوم وكل الناس تحكي بقصتك لما زبل التاريخ. صدقني لما زبلت التاريخ، واللي راح يبقى إرادة الشعوب، إرادة الناس، إرادة الحق. يعطيكم العافية.